يا صباح الورد والفل والنرجس والياسمين، احلى صباح عليكم وعلينا وعلى كل الناس. النهارده هنكشف يا جماعه تفاصيل كانت غامضه جدا بخصوص قضيه فندق الفيرمون نايل سيتي، والمتهم الرئيسي فيه هو بنت الفنانه نهى العمروسي اللي اسمها نازلي. ليه نازلي اتحولت يا جماعه من شاهده الى متهمه رئيسيه في القضيه، برغم من ان هي اللي بلغت، بس بلغت بعد 6 سنين. قعدت اسال هل دمارها صحي بعد 6 سنين من 2014 و 2020؟ ايه السبب؟ وعرفت السبب اللي كانت عايزه تعمل فيه بطله بس اتكشفت. اول حاجه حكايتها ايه نازله؟ اول حاجه من ضمن التهم اللي اتوجهت ليها تهم بقى اقامه حفلات فيها اللي بالكوا دي وفي الفندق ده، يعني كان ليه صيت، وان هي تهمه الفسق والفجور والتحريض عليهم ومش عارفه ايه، تهم تودي في 60 داهيه. طب ليه؟ برغم ان هي اللي بلغت وهي اللي فتحت القضيه. هي مش يا جماعه مش هتتحول في نظر الجميع من بطله خارقه، لا طبعا هي تصفيه حسابات. هتقولي تصفيه حسابات مع مين؟ هقول لكم. لان هي مش بعد 6 سنين يا دوب فاقت من الغيبوبه وضميرها صحي وراحت تبلغ، وخصوصا ان البنت اللي قالت عليها دي تم الاعتداء عليها من 7 اشخاص، هم وكلهم هربوا بره مصر. يعني سبحان الله، ال7 هربوا وولاد ناس تقال، يعني اللي ابوه تاجر سلاح، اللي ابوه شخصيه معروفه، اللي ابوه رجل اعمال، يعني فاسدين، شباب فاسده، هربوا بره مصر. المهم بعد كل دوت ليه بلغت دلوقتي؟ خصوصا ان البنت زي ما قلت لكم مش موجوده. البنت اللي هي بتبلغ عليها دي محدش يعرف هي مين ولا موجوده. بيقول لك البنت دي تم الاعتداء عليها من 7 اشخاص بعد تخديرها، وكتبوا اساميهم على جسمها. بيقولوا ان نازلي دي هي مش بطلة خارقة زي ما قال، ولا شهمة، ولا فتحت الباب عشان تكشف الحقيقة، لا دي كانت تصفية حسابات. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم ازاي. نازلي هي كانت متجوزة واحد من المتهمين اسمه عمرو، ودي قسيمة الجواز. حبيت اوريها لكم عشان يبقى دليل ومش مجرد كلام مرسل. البنت ديت اللي اسمها نازلي قعدت مع اللي اسمه عمرو ده فترة، وبعد كده في الفترات الأخيرة حصلت ما بينهم خلافات واتطلقت، فهي حبت تنتقم منه. زي قالت له هجيبك من قفاك وعلقك منه. فراحت يا انت بقى، وراحت بمكرها ان هي راحت بلغت وقالت ان هو طبعا كان من ضمن ال7 شباب اللي اعتموا الاعتداء على البنت. وهي دي طبعا كشفت لكم هي ليه عملت كده، مش حلاوه فيك يا زين ولا حاجه، لا، ان هي بتنتقم من اللي اسمه عمرو، لان هي بعد 6 سنين، فهي مش جاي ضميرها يصحى دلوقتي يعني. وهي خصوصا كانت طالعه في فيديو مع بنتين تانيين، ومعاهم واحد اللي انا قلت لكم عليه قبل كده اسمه احمد الجنزوري، بمشهد غير لائق خالص، ونايمين على السرير ومش عارفه، يعني قاعدين بيتكلموا ومن مطوحين كده زي العرس على السرير على ظهرهم، وهو واقف عريان وبيتصوروا كلام. يعني انا والله العظيم انا بيصعب عليا الشباب الفاسد ده اللي هو بسبب الغنى والسلطه، يعني سطوه اهاليهم فاسدين. يعني هم السبب، اهاليهم هم السبب في خلوا الشباب كده، وان هم يبقوا فاسدين كده، يفسدوا في البلد كده. الشباب دي زي ما قلت لكم هربوا بره مصر ال7، وفي بيقولوا 3 اتقبض عليهم في دولة عربية، وما زال البحث جاري. بس هي فين البنت دي؟ هل القصة دي حقيقية ولا من اختلاق نازلي بنت نهى العمروسي؟ فعلا هيبان في الايام اللي جايه يا جماعه، هل ده انتقام والقصه دي من واقع خيالها حبت تنتقم منها، ولا ان هي فعلا والبنت دي موجوده، ولو موجوده لازم تطلع وتظهر. لان هي في اللحظه دي يعني هقول هنبقى مجني عليها، لان هي برضه هيقولك ايه اللي وداها مع الشباب دي وكده، حتى لو راحت هما ملهمش الحق يعملوا كده. بس يعني هقول ايه، الغلط مش هنحاول نجمله ولا نحليه، والغلط هيفضل غلط. ربنا يستر على جميع الناس يا رب، ويصلح حال الشباب ويصلح حال بلدنا. حبيت اكشف كل تفصيل الغامضة عن القضية ليه ظهر بعد 6 سنين، وان شاء الله في الاحداث اللي جاية هتظهر اكتر. وعجبت قوي من تفسير نهى العمروسي اللي بنتها اللي تقول دي بتصلي والرومانسية. حبيبتي ربنا يصلح حالك. شوفي بنتك كانت
في الفيديو عامله ازاي ولا سهرتها ولا حاجه. هقول ايه بس هو اخر الدلع الفساد. ربنا يصلح حال الجميع ويسترها على جميع الناس يا رب. تابعوني ان شاء الله، هننزل حاجات كتير، وما تنسوش الاشتراك في قناتي الجديده منوعات ورشه مصطفى، هحط اللينك بتاعها تحت. نوروني وشرفوني زي ما شرفتوني هنا في القناه، وبتفاخر وبتباهى بيكم. برضو عايزه اتباهى بيكم في القناه الجديده. يا رب اي حد عايز موضوع جديد اعمله، انا تحت امركم من عينيا الاتنين. احلى صباح عليكم.